أهلا بكم من جديد. قامت حكومة كردستان في الأيام الأخيرة بإحياء ذكرى تعرض عراقيين يهود لمذبحة عام 1941 بحضور مسؤولين وأكراد من أصول يهودية. وبهذه المناسبة نصبت حكومة كردستان رسميا ممثل الطائفة اليهودية في وزارة الشؤون الدينية في هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة، وهو شيرزاد عمر مامساني. وينضم إلينا عبر سكايب السيد عمر شيرزاد مامساني، وهو ممثل الطائفة اليهودية للشؤون الدينية في حكومة كردستان. مرحبا بك في البداية سيد شيرزاد. دعنا نقول في البداية مبروك لك المنصب الجديد. هل هذا المنصب يعتبر سابقة لليهود في كردستان أم أنه أمر تقليدي اعتيادي لدى الحكومة؟ نعم، مرحبا، تحية طيبة وأبارك عيد الحنوكة إلى كل الشعب الإسرائيلي والشعب الكردي، وأتمنى في عيد سنة ثاني نحن في دولة كردستان مستقلة. بالنسبة لسؤالك، هذا ليس تقليدي. اليهود في كردستان وفي العراق ليس جديد، بل تاريخهم أكثر من آلاف سنين، وهذا الممثلية ليس شيء تقليدي، بل الممثلية موجود للتسع أديان التي موجود في داخل كردستان. نعم سيد شيرزاد، دعنا نقول ربما عانى اليهود في كردستان في حقبة زمنية من القمع والطرد والقتل، ما يذكر بحقبة فرهود في العراق. نعم. وكردستان، كيف لك أن تصف اليوم العلاقات الكردية واليهود في هذه المنطقة؟ نعم، العلاقة إذا رجعنا على التاريخ، ولا يهودي ما صار اضطهاد من قبل الأكراد، بل هذا الاضطهاد، هذا الفرهود، هذا القتل، هذا كل شيء صار دمار من قبل حكام العراقي هذا الوقت، حكام العرب. في طرف الأكراد ما في أي شيء، أي عداوة أو أي مشاكل بين الكرد واليهود. اليوم نحن لدينا عدو واحد ولدينا قضية واحدة. نحن الكرد واليهود لدينا نفس القضية في منطقة. كل الناس في كردستان ينظرون الشعب اليهودي كأخوة وليس عدو أو وليس شعب الثاني. نعم، وأيضا دعنا نقول هناك أيضا أطراف عربية داخل هذه الحكومة ومسلمة، كيف هي العلاقات بينكم؟ لا يوجد أي أطراف العربية في حكومة الإقليم كردستان، ولكن يوجد أطراف المسلم، كردي مسلم ليس كمسلم عربي أو مسلم تركي أو مسلم فارسي. كردي مسلم ليس هو مستسلم، وليس من أصلها من جذرها هو مسلم. نعم. كرد لديهم استقبال كلش حار من نعم سيد سيد شيرزاد، دعنا نقول في الآونة الأخيرة في ظل تنظيم داعش يكثر الحديث عن الإكراد وعن حكومة كردية ربما مستقلة، وكان الحديث في منذ وقت طويل عن هذه القضية، وكأن تنظيم داعش جاء كمحفز ربما لاعتراف بكردستان كدولة وحكومة مستقلة. هل برأيك هذا السيناريو واقعي أصبح في ظل تهديد داعش؟ أنا مش سياسي، أنا ما أستطيع أن أتكلم عن أشياء مش أنا مختص فيها، ولكن أنا أتوقع داعش ليس شيئا جديدا في العراق وخصوصا في كردستان، ولكن اسمها مختلف، ولكن اسم الداعش مختلف. منذ فرهود، منذ الأربعينات وحتى الآن يوجد هذا الداعش، لكن بأسماء مختلف وفي بالموديلات المختلف. أنا هيك أتوقع، يعني مش داعش ليس شيئا جديدا. وأنا آسف على عمق سؤالك، أنا ليس سياسي. نعم سيد شيرزاد، ربما بالنسبة لتحليل شخصي سوف أذهب بك إلى السياسة مرة أخرى، ربما من وجهة نظر شخصية في نهاية المطاف عليك تستطيع الإجابة على هذا السؤال. والجميع يتحدث عن العلاقات الكردية الإسرائيلية، وأنت تحدثت عن دعنا نقول التواصل ما بين اليهود الأكراد وهنا وهم بأعداد كثيرة وما بين اليهود الأكراد في كردستان. كيف تصف دعنا نقول كمراقب ليس كسياسي العلاقات الكردية الإسرائيلية؟ نعم،
إذا ما لا يوجد، إذا في وقت لا يوجد علاقة سياسية، علاقة بين كردستان والإسرائيل، يجب فيها علاقة، لأنه لدينا عدو واحد، لدينا قضية واحدة في أطراف الإسرائيل. كله صار كراهة أنتي جويش، ضد اليهود. ومن كردستان نفس الشيء، نفس السيناريو هذا، نفس القضية. إذا في إسرائيل إرهابيين يقتلون اليهود مشان هوية دينية وهوية وطنية قومية، في كردستان نفس الشيء، يقتلوننا لأنه نحن كردي وليس نحن أي شيء آخر. مشان من أجل هذا يجب يعني علاقة بين إسرائيل والكردستان. نعم. نعم سيد شيرازاد، هل تستطيع زيارة إسرائيل؟ ربما. من ناحية نقول من ناحية سياسية أو قانونية حتى الآن لا تستطيع، فقط إذا بنيت علاقات بين الدولتين. نحن كأقليم الكردستان جزءا إجباريا من العراق، حتى نحن جزءا إجباري من دولة العراق، لأنه لا يوجد سفارة الإسرائيل في كردستان أو في العراق، ولا يوجد سفارة العراق والكردستان في إسرائيل. معناته حسب القوانين نعم نحن لا نستطيع أن نزور إسرائيل. نعم. وإسرائيل كمان لا يزور. نعم. المواطن الإسرائيلي. السؤال الأخير باختصار. إذا انقطعنا عفوا نعم. إذا انقطعنا من العراق مثل قبل العشرينات، مثل قبل سايكس بيكو، إذا صرنا دولة مستقلة، أقليم مستقلة كما كان في قبل، نعم نحن نقدر زيارة الأخواننا في إسرائيل، نحن نقدر زيارة أورشليم. نعم. ربما سؤال أخير، وأنت بدأت هذا اللقاء بعيد للشعب اليهودي، عيد الحنوكة كما يسمى، دعنا نقول هل تستطيع القيام بمراسم هذا العيد في هذه الأوقات بحرية داخل كردستان، والحديث عن المجتمع اليهودي في كردستان؟ نعم حتى لدينا برنامج للتبريك لهذا العيد، لكن احتراما هؤلاء نازحين واللاجئين. نعم. والقوات البيشمركة التي الآن يحارب داعش في حدود الكردستان، وكل بيت لديها شهيد والجريح. من أجل هذا نحن ما سوينا أي حفلة أو أي شيء من أجل عيد الحنوكة، لكن نعم. في سنة قادمة نعم، وفي أي أعياد الآخر إذا نحن في أمان نعم، لدينا نعم. كل برنامجات لكل مراسم وكل أعياد. نعم. عيد سعيد سيد شيرازاد، ممثل الطائفة اليهودية في وزارة الشؤون الدينية في أربيل، السيد شيرازاد عمر ممساني، شكرا جزيلا لك.